لا، ده اللي كنت خايف منه انه يقف في المكان هنا. يعني ليه انا ما توقفنيش تحت مثلا؟ ليه في المكان ده؟ والله يا حاجة دورنا هيجي امتى؟ شن نيها اخواتي الصينيين بحبكم والله. ما تضحكش، شكله فاهم عليا. انا لو رايح المريخ اجيب اكل كان زماني جبته. طعمها مميز قوي، لذيذة. كل خطوة هتمشي هتلاقي محلات عربية، اذا كان مطاعم، اكل، حلويات، سوبر ماركت، كل ما تتمنوه هتلاقوه في مدينة بوخم هنا. طبعا فيديو النهارده مش هيكون مخطط ليه نهائيا، هيكون فيديو عشوائي، لان لاحظت ان انتوا بتحبوا العشوائية في الفيديوهات الصراحة والاستكشافات، ونتكلم عن الاماكن اللي احنا بنزورها اكتر. فانا الصراحه هناخد القطر واتجه بقى على مدينه بوخم، قريبه مننا حوالي نص ساعه، ونشوف ايه اللي موجود هناك. شوفوا رغم ان في زحمه بس الانضباط المرور عندهم رهيب. لا تلاقي حد بيزمر او حد بيغرز، اصلا ما فيش مكان حد يغرز. كل العربيات واقفه ورا بعض، لا حد بيزمر ولا بيضايق التاني نهائيا. الكل عارف ان في زحمه، واقفين كده انضباط مروري وبيحترموا القانون، لان ده برضه الزامي، لو خالفوهم هيتغرموا. تعرفوا ان المبنى ده بيعود للحرب العالميه، وغير ان عزيزي المشاهد كانوا بيستخدموه كمستودع اصلا للاسلحه. وعايز اقول لك ان المؤتمرات المهمه جدا، بحيث لاي حروب ممكن تتعرض لها المانيا او المانيا تفرضها على اي دوله تانية، فكان معظم القيادات بتيجي تجتمع في المبنى ده. وعايز اقول لك ان كان مهم جدا بالنسبه للالمان ايام الحرب العالميه الثانيه. فعايز اقول لك طبعا فضوا كل حاجه كانت موجوده فيه وعملوه دلوقتي مسرح، او تقدر تقول برضو للحفلات والسهر والحاجات ديت وديسكو. فالمبنى اللي انتوا شايفينه ده اصلا من سنة 1890، يعني قديم جدا. عايز اقول لكم اصلا ان مدينه بوخم واحده من المدن الكبيره اللي موجوده في ولايه النورد رين فيستفاليا عزيز المشابه، حوالي مدينه ايسن، كولن، دوسلدورف، دورتموند كمان. وعايز اقول لكم فيها جامعات هنا وبتقبل الطلاب بشكل سريع جدا، بيقدروا يجيبوا منها قبول مشروط وقبول بسرعه. ودي برضه بتكون واجهه مفضله لكل الطلاب الدوليين اللي عايزين يجي يدرسوا هنا في جامعات بوخم. فالمدينه الصراحه حلوه وفيها تنوع ثقافي وعدد كبير جدا من الجاليات العربيه هنا، لدرجه انك كل خطوه هتمشي هتلاقي محلات عربيه، اذا كان مطاعم، اكل، حلويات، سوبر ماركت، كل ما تتمنوه هتلاقوه في مدينه بوخم هنا. منين؟ عليكم. لبنان. احسن ناس لبنان. منين من لبنان؟ من عكار طرابلس. عكار، اعرفها طرابلس. تعرف صغرتها؟ نعم اف. احسن ناس. تحياتي لاهل لبنان، الله يحفظهم. اهل لبنان الطيبين يا جماعه، تقبر قلبي. حلو حلو الواحد يبقى معروف كده في كل اوروبا الصراحه، وتمشي في كل مكان ومعروف في الدول العربيه، تخليني كده مبسوط الصراحه من حب الناس. المفروض ده يبقى سوق ازاي العربيات بتمشي فيه والعجل، مش عارف يا حبيبي. بس هينط. اهدى يا ابني ما تغرقناش، اهدى يا حبيبي، اهدى اهدى. لا يا جماعه عايز يغرقنا بالميه. احلى حاجه انك اصلا في المدينه هنا تبقى ماشي وعاملين اماكن مخصصه للاطفال والعائلات يقعدوا فيها، وده بحيث ان ايه يلاقوا اماكن ترفيهيه للتنزه، ما يضيعوش في اي مكان. اللي ملاحظه الصراحه في المدينه ديت ان كل كام خطوه امشيها هلاقي تماثيل هنا متجسده، وكلب هنا كمان في نفس الوقت. دي بعض المعلومات. التمثال ده بقول لك قديم جدا. هنا الحلو في الموضوع ان بعض الاشخاص مثلا اللي بيقدموا حاجه حلوه لالمانيا هنا، اذا كان دكاتره او علماء، فبيكرموهم دايما بتماثيل يحطوها في الميادين العامه او اي مكان تاني مثلا عام، وده بحيث ان يكرموه ويقولوا قد ايه ان الشخص ده قدم حاجات كتير جدا لالمانيا ودعمها وساعدها وشرف المانيا في بلاد بره مثلا، فبيكرموه بتمثال في الشارع. خليني اقول لكم ان الصراحه من فتره كنت بسمع عن مكان اسمه روها بارك، تقدر تقول كده ان هو مكان تسوق عزيز المشاهد بيجمع كل المحلات التجاريه في مكان واحد. فهو موجود هنا في بوخم، وانا موجود بقى في بوخم، جيب بالي ان اروح الصراحه على السوق ده ونروح نستكشفه سوا واوريه لكم، لانه مميز جدا. طبعا انا وصلت عنده اهو، فهنا هتكون الدخله علشان خاطر ندخل نستكشف السوق ده بالكامل ونشوف من جوه هيكون عامل ازاي، لان يعتبر واجهه تسويقيه بالنسبه لكل السياح ولكل الاجانب اللي بيجوا هنا، وانتم كمان لو جايين المانيا قريب فتقدروا تيجوا تتسوقوا منه. فتعالوا يلا نستكشفه مع بعض. افتح يا سمسم.
انا عاوز اقول لكم ان اصلا داخل السوق من جوه تحس ان ايه كبير جدا، انت داخل مدينه. شوفوا ديت كلها تلاقيها محلات. لا وشوفوا كمان هنا دي يعتبر الاماكن الاستراحه، وفوق هنا هتلاقي سينما. والحلو في الموضوع ان ده سنتروم كده مقفول، وقدام شويه هتلاقي سنتروم برضو مفتوح. انا صراحه حسيت السنتر اللي جوه المقفول ما فيهوش محلات كتير، ولكن المفتوح شوفوا كميه الزحمه اللي بتكون هنا. وحسيت ان ده الصراحه اشيك وافخم بسبب عدد المحلات التجاريه والمحلات اللي بتبيع الملابس اللي موجوده هنا في كل مكان. شوفوا هنا محل ملابس، محل ملابس، محل ملابس، محل احذيه، محل عشان خاطر الهالوين. فانت هنا في كل خطوه هتمشيها تلاقي كل المحلات اللي انت عايزها. والحلو بقى في الموضوع من الثقافه الالمانيه المحترمه هنا ان قدام كل محل ملابس هنا مش هتلاقي حد واقف قدام المحل ويقول لك تعالى اشتري من عندي، تعالى يا بيه. لو شايفك ماشي مع مثلا مع خطيبتك او كده، تعالى بدله ادفعك عندي، يشدك غصب عنك علشان خاطر تخش تشتري من عنده اي حاجه. فالصراحه هنا لا مفيش الكلام ده خالص. عايز تخش تشتري من عندهم اهلا وسهلا، مش عايز برضو اهلا وسهلا. وتلاقي برضو عندهم هنا كل حاجه ميني سو. هتلاقي عندهم كل حاجه، اذا كان العاب للاطفال هنا من دباديب صغيره كمان روائح عشان تستخدمها لغرفه الاطفال وحاجه زي كده، وبتكون مناسبه برضو للاطفال. بس اللعب هنا زي مثلا لعبه البطوط بتبدا من 17 يورو. فديت كل الالعاب اللي موجوده عندهم لو انتوا حبيتوا تشتروا حاجه. وهتلاقوا هنا برضو جميع انواع الدباديب. فديت الصراحه نبذه كويسه جدا عن السوق ده، وده احد المحلات التجاريه اللي احنا دخلناها عشان ايه لو انتوا حبيتوا برضو تشتروا العاب لاطفالكم وكده. وهنا كمان هتلاقي محلات فرنسيه، محلات امريكيه، انجليزيه، المانيه، برندات معروفه، برندات مش معروفه. واحنا جينا من الناحيه ديت، في هنا على اليمين وفي هنا كمان على الشمال. عايز اقول لكم المميز بقى الصراحه في المانيا هنا ان كل المدن، مش مدينه واحده لا، في كل المدن الالمانيه يقولوا ايه، بدل ما يلاقوا المحلات مثلا متبعتره كده عشان تمشي لك في السنتروم تلاقي محل ابعد من التاني، يقول لك ليه ما نعملش مثلا سوق او مول، والمول ده يجمع كل المحلات التجاريه فيه المعروفه ومش المعروفه، وبنفس الوقت نستفاد منهم من دفع الضرائب، والناس برضو توفر وقت على نفسها وتخش تبقى في مكان واحد منغلق مثلا وتشتري كل حاجه اللي هي عايزاها. فعشان كده الفكره بتاعتهم بتكون حلوه جدا. تلاقي الاسواق ديت موجوده في كل جميع انحاء المانيا، والصراحه بتوفر وقت لناس كتير قوي. شوفوا عندكم هنا برضو تلاقي جاك اون جونز، وتلاقوا سعر مثلا الكوتش عنده بيبدا ب 40 يورو، والجينز عنده ب 50 يورو، والجاكيت اللي انتم شايفينه ده ب 100 يورو. هتلاقي هنا الحاجه الغاليه والحاجه الرخيصه، فعلى قد الميزانيه بتاعتك تيجي تتسوق الحاجه اللي انت عايزها. الصراحه انا موجود في السوق في حاجه انا عايز اعملها، عمري ما كنت بفكر ان اعمل الحاجه ديت عشان عندي فوبيا اصلا من المرتفعات وبالذات المراجيح. ما اعرفش بتقولوا عليا عندكم في البلد اللي انتوا عايشين فيها، بس انا بقول عليها مرجيحه. فانا قررت اركب المرجيحه ديت اللي بتقعد تلف، ونشوف التجربه دي هتكون عامله ازاي. طبعا سعر الشخص هنا عامل 6 يورو، فهشتري تيكت علشان نركبها. هالو darf ich bitte ein Ticket kaufen? ein Ticket kaufen. darf ich mit Karte zahlen? والله متحمس جدا، اول مره في حياتي اركبها. Das ist eigentlich mein erster Mal, ja. Ein bisschen Angst haben, aber muss versuchen. Danke sehr. Soll ich jetzt warten oder einfach einsteigen؟ قال لي اركب على طول يا معلم. يا جماعه انا متوتر، عايز اقول لكم وربنا خايف جدا لان اول مره في حياتي اصلا اعمل تجربه زي ديت. متحمس جدا. مفيش حزام امانه، استور بدا يطير. بصوا الاجواء هتبقى عامله ازاي. نبدا نطلع واحده واحده، هي عامله زي التلفريك. بس يا جماعه والله انا خايف، اول مره في حياتي اركبها وانا اصلا بخاف من المرتفعات ديت. شوفي يا حبيبي، هشوف كل مدينه بوخم السنتروم عامل ازاي. مفيش اي حركه هعملها، اقسم بالله خايف. تحس انك متشعلق ما بين الجو، اي حركه في حدا ودايما بيها. تجربه فريده من نوعها. نزلوني شوفوا يا جماعه عامله ازاي. المشكله خايف اني اقف هنا، بالله عليك ما تقف. شوفوا انا شايف المدينه كلها، ده السوق كله. شوفوا عامل ازاي. مش لو مطار الدرون كان احسن، ده انا ايه اللي طلعني. الله يكون في عون الدرون. وده احمرت، لا ده اللي كنت خايف منه انه يقف في المكان هنا. لا
وربنا خايف اقسم بالله. شبابز ده اول مره في حياتي وراكبها لوحدي. انا ليه خدت القرار ده ان اركب حاجه زي كده؟ مش عارف اصلا. ايه ده؟ انا كان في 2 قدامي اختفوا. ايه ده؟ تهيؤات دي ولا ايه بالظبط؟ والله الكهرباء فصلت. نزلني والله العظيم خايف. على فكره انا مش بتصنع وكده، لا والله دي اول مره في حياتي اركب حاجه زي كده اصلا. وان اول مره اتخيل ان هيقف في المكان ده، وانا كنت خايف انه يقف اصلا في المكان ده، انه يقف يعني ليه انا ما توقفنيش تحت مثلا؟ ليه في المكان ده؟ كام داون يا احمد، بدات تتحرك. كام داون كانك نايم على السرير وبتحلم وهتفوق من الحلم. كام داون ايوه. اتمنى ان خلاص دي اخر جوله ونزلنا بقى. ده شكله هياخد لنا جوله كمان. هو بيحلل ال6 يورو. يا اخي خلاص انا مش عايز اطلع تاني. انا خلاص ال6 يورو مش عايزهم. مسامع فيهم حق سندوتش دونر. نزلني. المشكله امسك فين؟ انا خايف اتحرك لان لما بتحرك بتروح يمين وشمال، فانا قاعد ثبات انفعالي ملوش اي مثيل. بس ان حصل التاني مستحيل. يا لهوي. طلع للسما. انت رايح فين؟ خلاص كفايه. يا جماعه عايز اقول لكم ان ديت اللفه الثالثه، هو شكله هيفضل يلف بينا لحد اما القيامه تقوم. خلاص بقى. انا كده بلعب يوجا. قام داون احمد، ما تبصش يمين وشمال، كون على ثبات انفعالي. لسه عندنا تجارب كتير جدا هنعملها لمحتوى اليوتيوب، مغامرات كتير. خايف من مرجحه زي دي. شوف اصلا وانا بنزل منها عماله تتمرجح ازاي. انا لسه عايش الحمد لله. شباب زي لسه عايش. هي ممتعه بس الصراحه كاول مره اركبها في حياتي كانت بالنسبه لي مخيفه، بس يلا ربما نتاقلم بعدين. احسن حاجه بقى اللي في المول هنا كل المحلات اللي موجوده فيه هنا بيقول لك على اسمائها، وفي نفس الوقت عاملين لك خريطه علشان ايه، ومترقمه كمان. انت تبقى في رقم كام، رقم 1، رقم 2، رقم 100. دي البدايه يعتبر اصلا. هنا فودافون تلاقي شركات الموبايلات وكده، عشان لو انت حبيت تشتري تليفونات تقسيط، تليفونات كيش، برضه هتلاقي كل حاجه هنا. وشوف برضه هتلاقي ماركه تومي هيلفيجر هنا لو انتوا حبيتوا تشتروا من عندهم اي حاجه برضه. خلينا نبدا باسعار الجواكت هنا التقيله علشان خاطر الشتاء. شوف هتلاقي سعر الجاكيت عامل 249 يورو وفي جنبها 90 سنت، فانا خليها 250 يورو احسن. الو. وعندكم كمان هنا هتلاقي ملابس نسائيه ورجاليه. فعندكم هنا مثلا السويت شيرت اللي انتم شايفينه ده سعره عامل 130 يورو. وعندكم كمان التيشيرتات هنا الصيفيه سعرها عامل 40 يورو. ولو هنيجي بقى البناطيل الجينز هنا طبعا ايه الرجال عزيزي المشاهد جميع الالوان اللي انت عايزها، فسعرها هنا عامل فين يا جماعه السعر؟ مش عارف. هتلاقي هنا في الثانيه 150 يورو. اي بنطلون من دول تيجي تشتريه. فتعال نشوف الجاكيت البامبي ده كمان، حسيته الصراحه حلو جدا، رياضي وبيدفي. سعره عامل 330 يورو. سعره هيدفي اكتر كمان. وفينا برضو 50% على الجواكت بتاعتهم. يعني عزيزي مش هتلاقي الجاكيت بتاعهم هنا من 260 يورو ل 130 يورو. وعندهم برضو هنا هتلاقي جنس مختلف عن اللي احنا شفناه. هتلاقي اكيد هنا السعر عامل ورز سعر 70 يورو. ارخص شويه ده، فتقدروا تيجوا تشتروه. وعندكم برضو التيشيرتات هنا الصيف البولو. قماشته شكلها جميله جدا الصراحه. سعره عامل من 100 يورو نازل للرقم هنا 50 يورو عامل. فالصراحه تيجوا هنا تتسوقوا تستمتعوا جدا. وهتلاقوا هنا برضه تخفيضات باستمراريه. طبعا دخلت على المحل ده عشان ده واحد من المحلات المشهوره جدا في البراند بتاعها الصراحه، وصورت لكم الاسعار، يعني نبذه بسيطه كده عن الاسعار جوه عامله ازاي عشان لو انتوا برضه جيتوا. بس انا دلوقتي حاليا بدور على مطعم عشان لازم ادلع الكروش لاني حرفيا انا جائع جدا. هتلاقي برضه عندهم هنا الحلويات كتير جدا في الشوارع منتشره في كل مكان، واللي بتبدا عزيزي المشاهد بسعر ال 2 يورو. عندكم العكاز اللي هو الحلويات ده، وعندكم المصاصه ب 4 يورو 50 سنت. وحتى عندكم هنا المكسرات بجميع انواعها. الو. تقدروا برضو تيجوا تشتروها، واللي بتبدا من سعر 4 يورو 100 جرام، وده على حسب الحجم والكميه اللي انتوا عايزينها. كل ما الكميه تكون كبيره كل ما هتكون غاليه اكيد يعني. فاحنا دلوقتي حرفيا في نص السوق. عايز اقول لكم انا اصلا لما احس بالملل بحب جدا ازور الاسواق ديت، لان خلاص بتشيل عنك الملل من التنوع الثقافي اللي هتشوفه في كل مكان والمحلات التجاريه. تشجعك برضه انك تخش تشتري وتدفع كتير. شوفوا ده محل بطاطس هولندي. يعني انت المكان ده اصلا هتلاقي كل التنوع الثقافي فيه، اذا كان هولندي، سويسري،
هندي، صيني، كل واحد بيجي هنا عشان يعرض الثقافه بتاعت بلدهم، اكلهم المميز ده، والصراحه بيكون في اقبال كتير، والالمان متقبلين كده. يعني شوف ده مثلا هندي زي ما انتم شايفين كده، وهنا الالمان كله قاعد وياكل من عنده. وانا دخلت جوه تاني السوق لان حسيت ان جوه دفى اكتر الصراحه، وانا عمال حاليا ادور على اي محل يكون فيه اكل كده مناسب ليا. فانا ملاحظ ان دي مخبز، بس مخبز ده يعني الفطار مش، وفي قدام هنا حوالي 4 محلات، فتعال نشوف بيبيعوا ايه. ده محل اسماك وبيبيع جمبري برضو، وده محل بطاطس، انا مش عارف ايه محلات البطاطس المنتشره في كل مكان ده. ودي برضو محل بطاطس، غيروا نوعوا مفيش، شكلها ترسى على صيني. نشوف اشهر اكل هنا وخلاص. كل المحلات اللي عمالة الاقي هنا محلات حلويات وايس كريم، فانا عمال ادور على اكل، فشكلي ده هفضل امشي 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 لحد ما الاقي اكل. خلاص احنا نيجي عند المحل الصيني ده ونطلب من عنده مكرونه ونشوف ايه تاني. شوف هتلاقي عندهم دي سمك، وتلاقي برضو انواع من الجمبري زي ما انتم شايفين كده، وبرضو صدور دجاج بيقطعوها برضو بالمناظر اللي انتم شايفينها ديت ويبيعوها كده محمره. وفي برضو نوعيه الجلاش اللي هناك دي بيلفوها مع لحمه. نودلز مت سبايس بيتزا هينشن، عملوا 9 يورو 50 سنت. جي بي اس اول ما يخلص هيزمر او هيتحرك عشان نيجي نستلم الطلب بتاعنا، فانا حرفيا هستنى بره، ووقت ما يجي الطلب بتاعي هدخل لان الجو جوه حر جدا. تكنولوجيا. والله يا حاجه دورنا هيجي امتى؟ شن نيهو نيهو. اخواتي الصينيين بحبكم والله، ما تضحكش، شكل فاهم عليا. انا لو رايح المريخ اجيب اكل كان زماني جبته، انا جائع، يلا بقى خلصوني. تانكشن شون تاج نوخيا. طلب بيشاو بالذات كمان الصوص اللي محطوط على المكرونه والفراخ ديت. اوكي خلينا نختار مكان نروح ناكل فيه علشان خاطر انا جعان جدا. وفي الاخير جبنا برضو اكل صيني، قلت لكم منتشرين هنا ما شاء الله. الصراحه انا ماليش خلق ان ادور كتير، فافرش في الشارع واقعد وكل من الاخر. بس شوفوا ما شاء الله شكل الطبق من جوه حلو جدا. حسيت ان الكميه قليله. هنبدا اول حاجه بالمكرونه اللي انا بحبها، ما شاء الله بحب جدا الخضروات بتاعتهم، طعمها بيكون مختلف عن باقي الخضروات اللي احنا بناكلها هنا. بسم الله. مكرونه طعمها حلو ومستويه حلو، بس عايز اقول لكم ان بسبب الخضروات اللي انتم شايفينها ديت مدينها كده على الشوي شويه على الجريل، فالصراحه عامل طعم جميل جدا، لان نكهه الشوي موجوده مع المكرونه، فمغير الطعم قوي ومخليها طعمها حلو. بسم الله. طعمها مميز قوي، لذيذه. خضروات الصراحه عامله فيها ميكس رهيب. دي طبعا صدور دجاج، شوفوا عامله ازاي. بسم الله. عشان ما اظلمهمش خلينا نجرب مره ثانيه. عايز اقول لكم ان كميه الليمون اللي موجوده في الفراخ هنا كتير قوي الصراحه، وطعم الفراخ برده واخد نص سوا، مش مستوي اللي هي السويه كده تاكل تستمتع بيها، لا وانت بتاكل بيكون كده في قرمشه، بس قرمشه ان هي نيه نص سوا. فالصراحه عندهم الفراخ مش حلوه خالص، ولكن المكرونه حبيتها اكتر. طعم الفراخ بيحسسني كاول يوم لما جيت عملت فراخ وما ظبطتش معايا اول مره، هي دي الطعم بتاعها. بس المكرونه خرافيه. عندنا ضيف هياكل معانا يا شبابز. رجلها مكسوره. لا ما انا ما ينفعش. كلي. انا الصراحه دخلت المحل ده لقيته بيبيع وافلز عليه موز وشوكولاته، وعندهم وافلز برضو عليه فراوله وايس كريم. فتعالوا نخش وناخد واحد وافلز بالايس كريم والفراوله. طبعا الوجبه انا طلبتها خلاص، سعرها هنا عامل 8 يورو 50 سنت، فهناخدها. يا سلام خرافيه. بس شوفوا ما شاء الله الفراوله انا بحبها جدا الصراحه هنا. بسم الله. واحسن حاجه بقى الفانيليا. بس الوافل بقى لما يكون سخن وتاخد له مع حته كريمه زانه. بسم الله. كل حاجه في الطبق اللي خلص ده 10 من 10. كريمه الزانه بس تحط على اي اكله وبالذات الوافل
بتخلي الوافل يروح لمكان تاني. وطعم الوافل عندهم الصراحه رقائق ديت خفيفه جدا ومش ناشفه زي ما اكلتها في بعض الاماكن التانيه، بتكون ناشفه كده تحس انك بتمضغ لبان. صراحه الوافل كان طعمه ممتاز جدا، وده اللي يمكن اضطر شويه المعده من بعد ما اكلت نوعيه الفراخ ديت، قلبت لي بطني. فالوافلز متعني. ختمنا اليوم باحلى اكله. وكده يا شباب كنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا منه. اشوفكم في فيديو جديده، مع السلامه.